السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم يا حلوين في فيديو جديد. إن شاء الله يا رب تكونوا كلكم بخير وفي أحسن حال. عم فيديو سريع عن سؤال جالي كتير، وسيدات بالذات محجبات بيسألوني إيه نظرة الكنديين للحجاب، وهل الحجاب مسموح في أماكن العمل، وبيعاملوا الناس إزاي. فحبيت اعمل فيديو سريع يعني اقول لكم هل بيقبلوا الحجاب، هل مسموح مش مسموح. طبعا مسموح. اي حد هنا باي ديانه باي يعني religious symbols، يعني لابس اي حاجه تدل على ديانته. مش بس الطرحه اللي السيدات المسلمات بيلبسوها، في ناس سيخ بيلبسوا التربون اللي على دماغهم ده، في ناس بيبقوا حاطين صليب، اي رموز دينيه بيسكلي مسموح بيها عادي. ما عدا في مقاطعه كيباك من كام سنه، اعتقد في 2017 عملوا قانون اسمه بيل 21 لوا 21، اللي هو بيمنعوا الريليجيوس سيمبلز، اي حاجه تدل على الديانه تكون فيزيبل، يعني تكون متشافه يعني في اماكن العمل دهيت. يعني ممنوع حد يعلق لوحه على الحيطه، ممنوع تلبس مثلا لو انت مسيحي تلبس الصليب، لو انت محجبه تلبسي الطرحه. طبعا هو القانون كانوا موجهينه تحديدا للمسلمين وللناس اللي هم الهنود اللي هم السيخ بالذات، عشان في رجاله عندهم بيلبسوا التربن الكبيره ديت اللي على دماغهم، يعني فاي حد لابسها تبقى معروف ان هو سيخي يعني. بس طبعا هم كانوا يقصدوا السيدات المسلمات بالتحديد. فهي مقاطعه اللي في كندا الوحيده اللي عندها قانون ضد الحجاب، بس هم بيقولوا عليه ضد الريليجيوس سيمبلز كلها، هي كيباك. وده مش ممنوع في كل الاشغال، ممنوع في اماكن الحكوميه بالتحديد. هم كانوا يعني تارجتنج بالتحديد المدرسين، الناس اللي بيشتغلوا هي في الاماكن الحكوميه، الجفرمنت بيلدينجز، الجفرمنت انستتيوشنز، وبالذات التدريس. لكن مثلا التمريض لا، مش ممنوع فيه الحجاب. وحتى في كيباك سيدات كتيره جدا في المجال دوت محجبات. فهي المقاطعه الوحيده في كندا اللي فيها قانون زي دوت، وهم فعلا ضده وبينفذوا القانون ده وبيطبقوه، هي كيباك. وكمان مش في جميع الوظائف زي ما قلت لكم. باقي كندا كلها ما فيش الكلام ده مش موجود، والحجاب مقبول وبتشتغلي بيه اي حاجه، وبتروحي في اي حته عادي جدا. انا مش بس في شغلي، حد هيقول لي وقالوا لي فعلا انت ازاي شغاله مدرسه انت في كيباك لما هو ممنوع وفي قانون ضدك. انا بشتغل في الادلت اديوكيشن اللي هم مش الطلبه الصغيرين يعني. فهم بيعتبروا ان الادلت اديوكيشن لما انا بدرس لناس كبار، يعني ان انا يعني الريبريزنتيشن الديني بتاعي مش هيأثر على الادلتس اللي حواليا دول. تكوني انا مسلمه وشكلي كده، ده مش هيأثر على الاطفال. هم فكرتهم ان انت لو محجبه وبتشتغلي مثلا في مدرسه ابتدائي، ان ده هيأثر على الولاد، يعني هكون كأني بحاول انفلونس الاولاد او اثر عليهم ان هم يعني يتبعوا ديني. يعني احنا ما بندرسش دين في المدرسه الحكوميه هنا. فانا السيكتور اللي انا شغاله فيه اللي هو الادلت اديوكيشن لا ينطبق عليه القانون دوت. بدرس للناس اللي هم في مدرسه التمريض عادي. وعملت فيديو قبل كده، انا لو واحده محجبه وحبت تشتغل في المدارس ديت ومعاها الشهاده ومعاها كواليفيكيشن ومعاها رخصه التدريس، اعملي موديفيكيشن بحيث ان هو يبقى شكله طرحه، لو انت تقبلين ده. طبعا كل واحد رحلته مع دينه ومع ربه، دي خاصه بيه هو. فهتعملي موديفيكيشن، ما ينفعش يكون شكله ان هو بيقول ان دي طرحه. شوفي بقى، هتلبسي بني، هتلبسي طرحه على ورا، هتلفيها بطريقه غريبه، ما اعرفش يعني. المهم يبقى شكلها لما تتشاف ما تبقاش طرحه، يعني ده اللي اقصده بكلمه موديفيكيشن. يعني في العموم ايوه الحجاب مقبول وموجود ومنتشر ما شاء الله. يعني انا عيلتي جم كندا اول ما جينا كانت في الثمانينات. والدتي كانت محجبه، كانت امي التهيألي الوحيده المحجبه في البلد كلها. كنا عايشين في اونتاريو في تورونتو. ومامتي متهيألي يعني كنا نعدي شهور قبل ما نشوف واحده سيده محجبه غير ماما، الا لو رحنا المسجد طبعا. واحنا كنا بنروح اللي هي العربي سكول كل يوم سبت، فكنا بنشوف. غير كده ولا حد من الجيران ولا حد في الشوارع اللي حوالينا ولا حد في مدرستنا من اصله كان بطرحه يعني. لكن ما شاء الله 30 سنه بعدها، 35 سنه بعدها، انا ما فيش يوم بروحه، ما فيش محل بدخله، ما فيش مدرسه بروحها، ما فيش وانا ماشيه في الشارع كده حتى مجرد من بيتنا رايحه اتسوق حاجه البيت، غير واشوف واحده واثنين وكذا واحده محجبه. غير طبعا لو الواحد راح يعني مسجد، او زي ما انتم شفتوا مثلا احنا رحنا تجمع مسلمين في المؤتمر في الكونفرنس اللي كنا عاملينه في شيكاغو، لنا تجمعات في اوقات معينه من السنه. لكن ما فيش يوم في حياتي بيعدي غير بشوف واحده محجبه زي يعني، وبنسلم على بعض يعني السلام عليكم وكده يعني. يا رب اكون وضحت الصوره كسيده يعني محجبه عايشه في كندا، وعشت في اونتاريو وعشت في كيباك. بتكلم على الحجاب بس، مش بتكلم على العنصريه. هل في عنصريه؟ طبعا العنصريه موجوده، بس دي توبيك لوقت لاحق يعني. لكن الحقيقه يعني
الاوقات اللي الواحد اتعرض فيها للعنصريه كانت قليله جدا 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 بالنسبه للعيشه اوفرول. الحمد لله رب العالمين. يعني يا رب اكون جاوبت على سؤالكم. السيدات اللي هم حابين يعرفوا الحجاب مقبول ولا لا، او ينفع يشتغلوا بالطرحه ولا لا. اشكركم جدا جدا على متابعتكم، واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. باي باي.